دكتور احمد الطيب، اخر مره شفت فيلم امتى؟ اي افلام؟ فيلم سينمائي؟ لا ارى الافلام. لا ترى الافلام. تسمع الاغاني؟ ليس لدي وقت فقط. لكن لو لديك وقت لو لدي هتسمع وقت مين؟ ممكن تسمع مين؟ انا كنت اسمع ام كلثوم زمان، لكن الان ليس لدي وقت والله. نعم. ادب وقتي للقراءه وقراءه القران. مش عشان انا بقول كده ولا بختلف مع شيخ، ولو الدنيا كلها قالت حلال وربنا قال حرام الموضوع منتهي. وليه هو ربنا قال حرام؟ ربنا قال حرام سبحانه وتعالى. قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ففسر لهو الحديث عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الصحابي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله انه الغناء. الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح البخاري: يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف. يبقى كده الموسيقى حرام بالكتاب والسنة، بالقرآن والسنة. انتهت القضية ومش عايزة كلام كتير. أنا بحبكم في الله. في بيتها. ما صحة حديثي تحريم المعازف وتحريم حلق اللحية. تحريم المعازف حديث البخاري، حديث: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وباتفاق الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم أن الموسيقى حرام، حرام قولا واحدا. الذي أحل الموسيقى المتساهلون في هذا الباب، ابن حزم وابن طاهر والجماعة اللي بيحبوا الموسيقى ويحبوا الأغاني. الكلام ده يجي يضعفوا حديث البخاري ويتشبثوا بالأحاديث الباطلة والضعيفة والموضوعة اللي فيها إباحة الغناء. لكن الأئمة الأربعة بكاملهم وجماهير أصحابهم على تحريم الغناء. وبعدين يعني من الغرائب العجائب ان يجي واحد يقول لك: طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام كانت جاريتان تغنيان في بيته عليه الصلاة والسلام، وعمالين برضو يعملوا إضراب على الطبلة والكلام ده. فدخل أبو بكر فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. أولا الجارية الصغيرة عند سائر أهل العلم، الجارية هي البنت الصغيرة عند سائر أهل العلم. دي حاجة. الحاجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر أن يسميه مزمور الشيطان، أقره على التسمية أنه مزمور الشيطان، نعم، ولكن قال إن أنكر عليه أن يعني تكف هاتان البنتان عن الغناء، لأن ده بنت صغيرة. ولما بنقول الغناء الآن، الغناء يا جماعة 3 حاجات مش حاجة واحدة. يعني الجماعة اللي بيتشبثوا بحل الغناء يأخذون شيئا واحدا من ال3 اللي هو الكلام. يقول لك: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. طالما بقول شعر مثلا شعر وطني، شعر حماسي، أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا مثلا، أو مثلا دعاني لبيته لحد بات بيته، الكلام بتاع بيرم التونسي ده ولا مش عارف مين، والكلام ده لما نغنيه: ولد الهدى في الكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، والكلام ده يقول لك هذا جائز. ليه؟ يقول لك ده مدح يا أخي الرسول، وكلام جميل وكلام حلو والكلام ده. هم بصوا لحاجة واحدة بس من الغناء. الغناء عبارة عن موسيقى وكلمات ومؤدي. المؤدي اللي هو المغني أو المغنية، الموسيقى المعروفة، الكلمات. احنا لما بنقول الغناء، أي واحد يقرأ سمعه كلمة الغناء لازم ينصرف ذهنه إلى ال3 دول، مش الكلام لوحده. وإلا نحن لا نحرم من ينشد الشعر الجميل الذي ليس فيه شركيات ولا الكلام ده بلا موسيقى، زي التواشيح الدينية اللي بيقولوا عليها التواشيح. صورة عند يعني اللي أنا بركز عليها، أن لما أعتقد أن الجن يملك أمري، وأن السحر يملك أمري، وأن هذه السيدة ولا هذا الإنسان ولا اللي بيأول لي الرؤى ده هو بيرسم لي مستقبلي، هذه المسائل يعني وكأنها مدخل للشرك والعياذ بالله. مفيش كلام، مفيش كلام، لأن بيصرف الناس عن الاعتقاد في أن الله هو يعني بيده كل شيء. وهذا أمر حتى الناس تعترض عليه. والتوسل بالأولياء والأنبياء أمر آخر. التوسل ده مشروع،
توسل بهؤلاء مشروع، وتوسل سيدنا عمر وده كلام تاني. فده التوسل ده تقرب إلى الله. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل عندك يا عم خالد الله يرحمك، هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم جائز؟ التوسل معروف أنه التقرب، وهناك توسل جائز وتوسل بدعي ممنوع، أو توسل مشروع وتوسل غير مشروع. بدعي مبتدع. نعم. التوسل المشروع لعلي أشير إليه فقط في نقاط محددة سريعة لآتي إلى ما تفضلت به. نعم. التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. نعم. وهذه آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. نعم. وحديث الثلاثة الذين أوهم الغار من أصلح الأدلة على ذلك. نعم. ومنها حب النبي عليه الصلاة والسلام. نتوسل إلى الله بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أولياء الله الصالحين. أيضا نتوسل إلى الله بهذا التوسل المشروع. نتوسل إلى الله عز وجل بدعاء بعضنا لبعض. نعم. وهذا وارد أيضا في القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم. يتوسل العبد، ودي نقطة مهمة لعل البعض لا ينتبه إليها، يعني يتوسل العبد إلى الله بذكر الهيئة والحالة التي هو عليها، ودي أيضا من التوسل الجميل. يعني يظهر العبد فقره لي اللهم أن ترى مكاننا نعم. واستدل عليها بقول موسى عليه السلام من ربه إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني توسل إلى الله عز وجل بالهيئة والحالة التي هو عليها. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شايفني وأنا محتاج وأنا نعم هكذا. ما خرج عن هذا التوسل، عن هذه الأنواع المشروعة، لا شك أنه لا يكون مشروعا. التوسل لو كان جائزا بالنبي صلى الله عليه وسلم لتوسل أحب الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام أنا هم الصحابة، كانوا توسلوا إلى الله به صلى الله عليه وسلم. ولكن في نقطة مهمة جدا، الصحابة وهذا يعد إجماع منهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جميعهم عدلوا عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مكانته وجاهه صلى الله عليه وسلم عظيم حيا وميتا لم يتغير. قصدي انهم توسلوا يعني اعظم الجاه حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، ومكانته طيبة حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، لم ينقص من قدره صلى الله عليه وسلم شيئا بوفاته صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا الصحابة عدلوا عن التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس، لأنهم يعنون بالتوسل في هذه الحالة الدعاء. وبعد أن أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينهم ولا يخرج إليهم، وقد تكلمنا في الحلقة عن هذا، ولا يرى يقظة، وكنت أريد أن أقول إن كان يرى إنسان يقظة بالقبر هو فين طيب، بيكون فيه ولا خارج يعني، ولا كيف يجتمعان يعني، وهكذا أمور كثيرة في الحقيقة. فكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعدلون عن النبي عليه السلام وهو أحب الناس إليهم، وحب الصحابة للنبي عليه السلام حب يعني كان حبا صادقا ما أعتقد أن أحدا وصل إليه صلى الله عليه وسلم. ما أحد وصل أبدا من البشر يحب النبي زي الصحابة أبدا، لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول الخطاب يقول أنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعدلوا عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمثال منهم، ويذهبون إلى العباس ليطلبوا منه أن يدعو لهم. دل ذلك على أنه لو كان التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام جائزا وصحيحا ومقبولا لا توسلوا به على الأمطار ومن انتقلوا إلى العباس. كيف يتركون الفاضل ويذهبون إلى المفضول؟ بإجماع النبي أصلا هو أفضل الخلق وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم. وإنما كان يتوسل بدعائه وهو حي، كما في حديث أنس الذي كان الرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر وقال ادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وطلب من ربه الغيث، وتخرج السحابة وتمطرهم ما ينزلون إلا يصلوا في الوحي، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نثبت أن جاه النبي عظيم صلوات الله وسلامه وقدره ومكانته. الحديث ضعيف جدا. نعم ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا في الحقيقة، لكن احنا نثبت ان جاه النبي عظيم صلى الله عليه وسلم. جاه النبي عند الله عظيم، لكن ليس مما يتوسل به. والفقهاء اجمعوا على هذا، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، ونص الحنفية حتى على هذا وغيره كالإمام أحمد وغيره على أنه لا يتوسل إلى الله عز وجل. بمناسبة نزول تحول الإسلام إلى نقاب وإلى حجاب وإلى
جلباب وإلى عقيقة وإلى ثياب وإلى كذا. كل هذه هوامش وكل هذه شكليات وكل هذه إما أن تكون مستحبات أو مباحات، وفي أعظم الظروف كالعقيقة مثلا قد تكون سنة. إحنا انشغال الناس اليوم بهذا. كم سؤال يأتيني نصوم شعبان وندعي شعبان، ما هذا الاهتمام؟ وفي وقت المسلمون فيه يتقهقرون والحضارة الإسلامية يعني تهوي وتبتلعها وتكاد تبتلعها الحضارات الأخرى. يعني هذا هو الخطر الشديد. ولذلك هم لا يصرحون بها في الأول. إنما مثلا يصرح لك بالمذهب السلفي، يقول لك أن الله في السماء. من 10 سنين يمكن أو 15 أنا كنت قرأت معركة كهذه، وفي الأخبار وفي أخبار اليوم ومش عارف، وناس يكتب وفي الخطب أن الله في السماء، والذي لا يقول أن الله في السماء كافر وكذا وكذا. تلاقي دي المشاكل بتاعته. يا أن الله في السماء، حديث الجارية، وأيضا القبور وعبادة الأولياء وهدم والتوسل والاستغاثة. هي دي القضايا، ما فيش غيرها. أتحدى أن يأتونا بمقولة جديدة. والله فضل الدكتور، أنا قناعت شخصيا أن احنا في غنى عن الحديث في مثل هذه الأمور، ولكن يعني إذا أردت فضيلتك أو للحديث بقية في موضوع الأشاعرة فمن الممكن أن نضرب مثل أو مثلا في العقيقة هل هو فرض أم سنة؟ العقيقة يعني اختلف العلماء هل هي واجبة أو سنة مؤكدة، على قولين مشهورين، والذي عليه جماهير العلماء أنها سنة مؤكدة لمن كان غنيا قادرا. أما كان فقيرا يعني بالكاد لا يعني يجد طعام يومه وليلته وعياله، فنقول الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأرجو إن شاء الله أن يعطى أجرها وإن لم يفعلها. اللحية دي قيمة. بعض الناس يقول لك اللحية أو النقاب دي قشور. طيب أنا طبعا هو يقصد بالقشر حاجة ما لهاش قيمة، لكن أنا هسلم له إنها قشور. أنا عايز أسأل سؤال لكل إنسان على وجه الأرض، أنا عارف جوابه قبل ما أسأل. جوابه كجوابي أنا تماما. هل رأيت لبا يحيا بلا قشر؟ يعني صباع الموز ده ممكن يطلع كده صباع الموز كده من غير قشر؟ البرتقانة، كوز الذرة، حباية الرز، حباية الشعير، الكلام ده، ها؟ الشجرة هذا القشر، ممكن الشجرة تطلع بلا قشر؟ هذا شيء لا يمكن واحد في الدنيا يقول هناك لب بلا قشر أبدا. فأنا عايز أقول ده اللي شوية الشعر اللي بعض الناس مستهين بهم دول، هو ده الذي يغلف القلب، الذي يغلف القلب. فأنا عايز أقول اللحية دي شوية الشعر ده مش مجرد حاجة على الوش يعني، إنما هو إيه؟ غلاف القلب، بيحمي القلب. فكذلك الإنسانة المنتقبة، أنا على يقين إن المنتقبة المتبرجات بيحترموها، وما من إنسانة تتمنى أن تنتخب إلا وقد ملئت إعجابا بهذا الزي، مع قطع النظر هل اللي لابساه متحققة بيه ولا لا، لكن على الأقل الصورة الظاهرية على الأقل الصورة الفقهية. أنا عايز أطمئنك وأقول لك يعني إن ده شيء طبيعي جدا جدا، وهذه الملاحاة والتدافع هذا مما يسعدنا غاية السعادة، لأن أول ما بنضحرح كده وننعم بقى بالمش عارف إيه الدنيا كلها بتضيع. فأنا عايز برضك إيه، لكن أنت دائما تسترجع مع إخوانك الذين يعانون من هذه المحنة أيضا، تسترجع هاتين الآيتين اللتين أسميهما بآيتي الدفع أو سنة الدفع في القرآن المجيد. قشور. أنا أعمل الملذات معهم في هذه التسمية وقلنا أنها قشور، فأسأله سؤالا: هل هناك لب يحيا بلا قشر؟ يعني الموزة في مثلا كان ممكن تاكلها لو ما فيش عليها قشر؟ الرزقاية كوز الذرة لو ما عليهوش الجنات ده كان ممكن يبقى فيه كوز؟ لا يجوز. لا يجوز أن ينبت الكوز إلا بملفوز. لا يجوز أن ينبت الكوز إلا بملفوز. شكرا. طيب أقول سؤالي ولا أقول له أسئلتهم؟
لا أقول أسئلتهم. طيب الأخ اللي في ثانية الثانوي اللي طبعا زي ما حضرتك سمعت قال له أحدهم والعياذ بالله الله ليس له مكان، وقوله عز وجل أمنتم من في السماء قال هذا الكلام عن المكانة وليس المكان. طبعا المكانة والمكان ده كلام تافه جدا لم يقل به أحد، إنما الذين يقولون آمنتم من في السماء أي الملائكة. واخد بالك؟ طبعا لا أعلمه، وإحنا الكلام ده أرسله قديما علماؤنا، ومن آخرهم من العلماء المحققين الكبار يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا عايز واحد من هؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان أو أنه ليس في السماء، عايز يجيب لي نص من القرآن أو السنة الصحيحة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم لحد القرن الثالث الهجري من أهل السنة والجماعة. عايز واحد يجيب لي نص يضاد هذا. ده يكفينا الحديث، حديث صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء، كلام واضح وصريح. قال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فربنا سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى. كل الأسئلة، وطبعا العرش معروف أنه في السماء مش في الأرض، واخد بالك إزاي؟ كل الأسئلة التي ترد على هذا أسئلة باطلة، إنما ترد على الأجسام لا ترد على الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. كان يقول لك مثلا إذا كان على العرش استوى، وعندنا استوى بمعنى على وارتفع، إذا كان على العرش استوى فهل استوعبه العرش؟ زي ما أنا دلوقتي قاعد على الكرسي، الكرسي استوعبني، والكرسي أكبر مني حجما شوية علشان أعرف أقوم وأمشي وأقعد والكلام ده. يقول لك إذا كان هو على العرش بمعنى على وارتفع يبقى العرش قد حواه. هذا لا يلزم، دي من خصائص الأجسام. ونحن نقول كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب إذا ربنا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، يقول لك طب إذا نزل خلى منه العرش، يبقى العرش إذا نزل ربنا إلى السماء الدنيا يبقى عليه مين؟ إن الكلام ده من خصائص الأجسام. أنا كنت قاعد على الكرسي قمت أصبح كرسي فاضي فارغ ما فيهوش حد. الكلام ده يتنزل على الأجسام، ونحن المتفقون أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. طيب إذا نزل في السماء الدنيا، طب ما إحنا دلوقتي عندنا ليل، وفي أوروبا مش عارف إيه، وفي أمريكا إيه، واستراليا إيه، والكلام ده هل معناه إنه نازل على طول؟ لماذا هذه الأسئلة؟ هم كل طبعا المبتدعة هم الذين يسألوا هذه الأسئلة على أمان العقل بالضبط كده. لكن نحن نقول أو في الآية ليس كمثله شيء، هكذا في النفي وفي الإثبات، وهو السميع البصير. فعشان كده احنا بنقول ليه يعني هذا الشاب الصغير عليك بعقائد السلف، كتب السلف بالذات الكتب القديمة التي صنفها أئمتنا في مثل هذا، زي الرد على المريسي وزي الشريعة الآجري. نعم. يعني نأخذ كتابا من كتب مختصرة زي مختصر العقيدة الطحاوية، أو زي مثلا كتاب فتح المجيد للشيخ ابن عثيمين، أو شرح الوسطية، أو الكتب اللي هي تعتبر سهلة بسيطة يعني. نعم. شكرا كريم. مرة أخرى الشيخ القرضاوي كان قد حذر من حملة للتشيع كما قال تشن في المجتمعات السنية، هل تشاطره هذه المخاوف؟ نعم أشاركه تماما، لأني أنا أحسست أن هناك تخطيطا أو هناك تحركا ليس في اتجاه التقريب بين مذهبي الشيعة والسنة، بل في اتجاه تشييع شباب السنة. وكما لا أرضى أن تكون هناك حملة في طهران أو في نجف الأشرف لتسنن أو حمل الشباب الشيعي على أن يتسنن، لا أرضى أبدا أن تكون هناك حملة في أي بلد سني لحمل الشباب على دكتور طيب، هل هناك دليل ملموس على أن هناك تشيع مثلا في مصر حيث أنت؟ هل هناك دليل ملموس؟ ليس ملموسا، ولكن هناك بعض الكتيبات التي تدعو لهذا، بعض الصحف التي تخرج ببعض وطبعا الكتيبات دي وصلت عندنا في الأزهر وأنا لدي الكثير منها،
وطبعا نحن نقاوم هذا، لأن هذا ليس حوارا، هذا ليس تقريبا، وإنما هو اختراق ونشر لمذهب على حساب مذهب. طب أليس هو مذهب إسلامي في النهاية المذهب الشيعي؟ نعم. ألا تعتبره مذهبا إسلاميا المذهب الشيعي؟ أعتبره مذهبا إسلاميا، ولكن هل يسمح لي أن أنزل بتبشير السنة في قلب البلاد الشيعية؟ طب ما دمت تعتبره مذهبا إسلاميا الشيخ الطيب، يعني هناك من يسأل لماذا لا تعتبروه مثلا من المذاهب المرجعية في الأزهر بالإضافة إلى المذاهب السنية الأربعة؟ لا، الأزهر مرجعيته قائمة على المذهب السني. يعني هو الأزهر للسنة فقط؟ إذا أنت تقول الأزهر للسنة فقط. نعم. شيخ الطيب، والله وللشيعة إن قبلوا، ولكن نحن معروف أن مذهب أهل السنة هو المذهب الذي حافظ عليه الأزهر الآن قرابة 1000 عام. طيب كيف في هذه الحالة؟ فليس من المعقول. طيب كيف في هذه الحالة دكتور الطيب، يعني أنت نقل عنك تصريح بأنك يعني ترحب بعودة الطلبة الإيرانيين إلى جامعة الأزهر؟ يا سيدي، أرى أن حضرتك تخلط بين أمرين، بين التقريب والأخذ بالمذاهب والآراء، وبين نشر مذهب وأن يكون هذا المذهب هو الذي يقود الأقدار أهل السنة. طب دعني أرجع إلى موضوع العبادة. هذه حرب. إذا دكتور الطيب، دعني أرجع إلى موضوع نعم؟ المذهب كمذهب ديني، يعني هل أنت ضد التعبد على المذهب الشيعي؟ أبدا، وكنا نفتي به في دار الإفتاء عند الحاجة طبعا، ولكن لا يعني هذا أن أنا أحل المذهب الشيعي محل المذهب السني. طيب. لأن هذا يعني عبث بهوية مؤسسات كبرى ضخمة. طيب دكتور الطيب، كما لا أرضى المذهب أهل السنة أن يعني يزيل المذهب الشيعي في طهران ويحل محله. طيب أنت على ما يقال صوفي ومن أسرة حسب ما نفهم بينها مؤسسون للحركة الصوفية، هل توافق مع من يتحدثون عن العديد من القواسم المشتركة في الواقع بين الصوفية والمذهب الشيعي؟ أنا أتفق مع أي متشاركات مع المذهب الشيعي، يعني كمذهب فقهي، يعني هو مثله مثل المذاهب الأخرى، لا فرق بينه وبين المذاهب الأخرى. ونحن مع علماء الشيعة من إيران، لا طبعا يعني كثيرون، لا يعني الوقت لا يتسع ذكرهم، نحن متفقون على هذا وفي المؤتمرات، مفيش أي مشكلة. المشكلة لاختطاف المذهب لتنظيم حركي، هذا هو الذي والله ما انا عارف اتكلم ولا ما اتكلمش. اصل عارف، دخل رجل على لعل حاتم الأصم او ابراهيم بن ادهم بشر الحافي دخل عليه ويجلس في المسجد، فسأله سؤالا فقال له، فنكس رأسه ساعة بشر الحافي، ثم رفع رأسه وقال: اللهم إنك تعلم أني أخشى أن أتكلم، اللهم إنك تعلم أني أخشى أن أسكت، اللهم إنك تعلم أني أخشى أن أؤخذ بين الكلام والسكوت. هي دي الناس النهاردة فرحانين باللي بيعملوه الشيعة في اليهود، وانا فرحان، انا نفسي فرحان، واشتهي من كل قلبي ان ربنا ينصرهم على اليهود، بتمنى لهم ده، وان كانوا مش هم دول. اوعوا تفكروا في يوم من الايام ان هم دول اللي هينصروا دين الاسلام، مش هيحصل. وزي ما بقول لك كده، وده الكلام اللي انا خايف اقوله لان مش هيعجب الناس، ولكن وليكن لازم اقول لك الحق، لان ربنا اخذ الميثاق لتبيننه ولا تكتمونه. لازم اقول لك ان التوسع الامبراطورية الفارسية هي الهدف، التوسع الشيعي هو الهدف اللي احنا مش عليه. والنهارده ساءني وضرني الكلام اللي في الجورنال ان احنا هم حاجة واحدة. عمرنا ما هنبقى حاجة واحدة الا اذا انصفوا صحابة النبي. انت يرضيك انهم يكفروا كل الصحابة الا 7؟ ده يرضيك؟ بالله عليك يرضيك؟ بالله عليك بس تحلفك بالله يا راجل، يا راجل رد علي لله، ما تتلفتش، ما تقولش مش عارف.
رد عليا، يرضيك انهم كل يوم الصبح يلعنوا ابو بكر وعمر؟ اخبرني واحد ان في موسم الحج الماضي اتوزع 600,000 نسخة من كتاب الاذكار للخميني. اما تفتح تاني صفحة في كتاب الخميني بتاع الاذكار، تاني صفحة تلاقي فيها ان من اذكار الصباح والمساء عندهم اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيها ابو بكر وعمر. ده يرضيك؟ يبقى مش ممكن نبقى حاجة واحدة. زي ما قلت برضه انا بشتهي انهم ينتصروا، وفرحان انهم بيدافعوا، وفرحان انهم بيعملوا نكاية في اعدائنا، لكن احنا مش حاجة واحدة. زي ما بيقولوا بتوع الجرايد ان احنا حاجة واحدة، احنا مش حاجة واحدة. احنا مش حاجة واحدة، احنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ده الترتيب عندنا ومفيش ترتيب غيره. والخلاف ده مش خلاف جزئي، خلاف فرعي زي ما قريت في الجورنال النهارده واحد بيقول ده خلاف دنيوي. خلاف دنيوي ده خلاف عقدي، دي عقيده يا ناس. يعني واحد بيلعنهم، اللهم لعن من لعنهم. ازاي؟ فخلي الموضوع ده على جنب لانه مثير للاعصاب، لكن اوعى يضحك عليك، اوعى تتغر. انا كان نفسي اتكلم معاكم لو ان انا شايف الوقت بيجري مننا في ان موضوع القدس ده او فلسطين واليهود بقى زي حصان فرواضه اللي بتغزى به قلوب المسلمين، بيدخل الى قلوب المسلمين من هذا. كل اللي عايز يوصل لقلوب المسلمين ويضحك عليهم يركب قضيه القدس وفلسطين واليهود، والمسلمين يضحك عليهم. لينا كلام في مره ثانيه في الموضوع ده، لكن خلاص الكلام دلوقتي اثبت على عقيدتك وافهم الصح، واوعى تقول يا عم احنا مالنا دلوقتي ومال ابو بكر وعمر. ازاي مالنا ومالهم؟ ازاي؟ لا اللي يطعن في دينك يطعن في ابوك وامك، في شرف امك السيده عائشه. ابو بكر احب الناس الى رسول الله. سيبك من كل الاحاديث، لما ربنا يقول في القران اذ يقول لصاحبه، صاحبه صحبه في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنت بتشكك في النبي بقى كده. أنا بحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. مش عايزك تضحك عليك ولا تخدع. هم تصدير الثورة عندهم ده منطق، وإحنا مش هنقبل لانهم مش هيرضوا الا بعقيدتهم وفهمهم للدين، وده ينافي اللي احنا عليه تماما. لكن يا رب يقاتلوا ويدخلوا تل ابيب، ويومها هنبقى اسعد الناس فيهم. يا رب يدخلوا تل ابيب، يدخلوه. احنا ده مش هيزعلنا، بالعكس هيفرحنا، وما زلنا فرحانين. صباح الفل. نرجع لموضوعنا. ان احنا الدين ده هو اللي بيحكمنا، مش احنا اللي بنحكمه. ولذلك قلت لكم في قصه كعب بن مالك لما جاله الجواب ما قالش يا فرج الله، وانما قال وهذا من البلاء. نفس الشيء ده، وهذا من البلاء. يقول ما رايك باعتراف جامعه الازهر بمذهب الاثني عشري؟ ما ينفعهم شيء هذا. يعني قضية ان يعني شيخ الازهر او غيره قال نعترف بالمذهب الاثني عشري، خليه يعترفوا. يبقى الامر يعني هذا، يعني الاعتراف بهذا المذهب يعني انه مذهب اسلامي، هذا باطل لا شك في هذا. كيف يكون مذهبا اسلاميا وهو لا ينتسب الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم؟ بل هم انفسهم الشيعة لا يقبلون هذا اصلا، ما يقبل ان يكون مذهبا. هم يرونه دينا ما يرونه مذهبا. نحن الآن لما نقول مذهب الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبي حنيفة، هؤلاء بشر غير معصومين، يصيبون ويخطئون ولهم تلاميذ كتبوا أقوالهم. أما مذهب جعفر يقول قولي قول أبي، وقول أبي قول جدي، وقول جدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله قول الرسول قول الله. يعني عندهم هذا ليس مذهب، هذا دين.
لأنه ينتسب إلى الله تبارك وتعالى مباشرة، هذا ليس بمذهب. فكيف هم يقبلون أصلا يكون كالشافعي وأحمد؟ الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى هؤلاء ليسوا معصومين، هم جعفر معصوم عندهم، ثم هم لا ينتسبون إلى جعفر، هذا كذب على جعفر رضي الله عنه ورحمه، ما عندهم إسناد لجعفر أبدا. ثم الآن لما نقول مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب حنيفة، ما معنى مذهب؟ يعني عندما نقول مذهب أحمد هذه آراء أحمد، يعني أحمد نفسه سئل طيب ما حكم كذا؟ قال حكمه كذا، ما حكم كذا؟ حكمه كذا، جمعت هذه الأقوال وقيل هذا مذهب إيش؟ هذا مذهب أحمد. مذهب الشافعي في كتابه الأم ومختصر المزني سئل الإمام الشافعي عن مسائل وكذا وكذا وضعت، قال هذا مذهب إيش؟ آراؤه هو. مالك نفس الشيء، عنده تلاميذه سألوه في مسائل رحمه الله تبارك وتكلمه في مسائل في الموطأ فجمعت هذه وقيل هذا مذهب إيش؟ مالك. أبو حنيفة نفس الشيء، تلاميذه سألوه عن بعض الأمور وكذا وأخذوا فتاواه وجمعوه وقالوا هذا مذهب أبي حنيفة. جعفر ما عنده، لا عنده تلاميذ ولا عنده مذهب ولا سئل عن شيء، كل الذي عندهم أحاديث مروية عن جعفر وهي مكذوبة على جعفر أصلا. لكن لو فرضنا على فرض أن هذه الأحاديث ثابتة عن جعفر، هذه رواية وليس مذهبا، يعني هو راوي أحاديث، روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الآن لما نأخذ أحاديث أبي هريرة مثلا نجمعها نقول هذا مذهب أبي هريرة، لا، هذه روايات أبي هريرة وليس مذهب لأبي هريرة، وما تكلم بشيء ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جعفر كذلك رحمه الله تعالى، إن قلنا بصحة هذه وهي لا تصح، لكن إن قلنا لا تصح هذه روايات، هو يروي روايات فهي ليست مذهبا ولا أقوالا له ولا شرح ولا فصل ولا سئل عن مسألة وأجاب فيها كذا وأجاب فيها كذا، وإنما هي روايات يقولون. فلا يصح أن يقال بعد ذلك أن هذا إيش؟ مذهب جعفر، وإنما مذهبهم هم الآن هو مذهب المراجع. وذاك تقليد، ليش التقليد إذا عندهم؟ هذول يقلدون السيستاني وهذول يقلدون الخامنئي وهذول يقلدون الشيرازي وهذول يقلدون محمد حسين فضل الله وآخرون يقلدون الخالصي وقبلها الخميني وقبلها الخوئي وقبلها الكلبيكاني طيب لماذا تقلدون هؤلاء إذا؟ مرجع، تقليد مرجع، ما شأن هذه المراجع؟ لأن هؤلاء المراجع يكتبون مؤلفات في الفقه، فهذا صح أن يقال إيش؟ مذهب، لكن إيش دخل جعفر بالموضوع؟ فبدل أن يقولوا جعفر يقول مذهب الخميني، مذهب الخامنئي، مذهب الكلبيكاني، مذهب السيستاني، مذهب محمد حسين فضل الله، الخالصي، الصدر، وهكذا يقول مذهب فلان. هذا صح لأن هؤلاء ألفوا هذه الكتب وتكلموا فيها في الفقه على ما يعتقدون. أما أن ينسب هذا إلى جعفر، هم مختلفون أصلا بينهم، كيف ينسب هذا إلى جعفر بعد ذلك؟ هذه مذاهب هؤلاء وليس مذهب جعفر. فالآن هذا الذي يقول سنعترف بمذهب جعفر مثلا، أي مذهب ياخذ مثل السيستاني ولا مثل الخميني ولا الخوئي ولا حسين فضل الله ولا محمد شمس الدين ولا من ولا الكليني ولا من ياخذ مذهب من؟ وذلك هذا ضحك على الناس وكذب عليهم، وهذا الكلام لا شك أنه باطل جملة وتفصيلا. إلى أفغانستان ثم إلى إيران ثم جاءوا مصر هنا وجلسوا في يعني زاروا سيدنا الحسين، وكانت السيدة تقول أن أنا أحسست بتغير جذري وأنا موجودة في ميدان الإمام الحسين. كان كلام بالنسبة لي يعني عجيب. طبعا أنا عارف طبيعة الأوروبيين، لا حاجة أقدر أقول لهم ادخلوا الإسلام ولا يرفضون يعني، فأنا ما صنعت شيئا أبدا، وده الحقيقة. يعني أنا لا أزعم أن أنا حديثهم إلى الإسلام، أو لأن أعرف الطبيعة الأوروبية طبيعة يعني تتركها تراك، إذا يعني اقتنعت بك خلاص، وإلا لا يمكن. ده عندهم الحرية الشخصية رقم واحد يعني. فعلى كل حال لقيتهم بيسألوا عن التصوف، ولقيت عندهم كتب عن الإمام الغزالي وعن الحلاج وعن ابن عربي وعن كله بالفرنساوي، لأنه ده مكتوب مجلدات، وفيه أساتذة كبار في السوربون يتخصصون في مثلا فيلسوف أو متصوف مسلم واحد، ويقول لك أنا يعني أحد 2 أو أحد 3 في العالم يفهموا هذا الفيلسوف المسلم وما فيش غيرنا. يعني حاجة، لأن فعلا كتابات تدل على أن إحاطة ودقة وامتلاك لفكر هذا الفيلسوف. علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه عين اليقين، لأنه كما قلنا رأى ربه، رآه إما بعين قلبه كما هو قول جمهور السلف، أو رآه بعين رأسه
صلى الله عليه وسلم كما هو قول بعض السلف، والأول الراجح. فجرى لهم من وراء ذلك من هذه الرؤية علم عين اليقين، ولهذا ارتفعت مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاربه فيها أحد، ولا يستطيع أحد أن يقاربه في ذلك أبدا. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المقامات، لا يصل إليه أحد ولا يوازيه فيه أحد صلوات الله وسلامه عليه. كان على حد ما يقول القائل: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلوات الله وسلامه عليه. ده عنف ما يقوله بعض المغالين ممن يرفعون الأولياء على الأنبياء، يعني ابن عربي الحاتمي صاحب الفصوص والفتوحات، وهذا الرجل قد تكلم فيه العلماء وكفره غير واحد منهم، ومع ذلك البعض يصر أن يسميه سلطان المريدين. ما أدري أي مريدين هؤلاء. وشيخ الإسلام الذهبي يقول، ينقل عنه ويقول: هذا الرجل قال كلاما إن لم يكن هذا الكلام كفرا فليس في الدنيا كلها كفر. ابن عربي هذا يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. ابن عربي هذا صاحب الفصوص والفتوحات يقول في الفصوص: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. والبعض يدافع عنه ويقول هو رجل له أحوال وإشارات، حتى إن مجلس الشعب المصري في الثمانينات حرم طبع كتاب الفصوص، واتخذ هذا قرار بإجماع الآراء مجلس الشعب. مش هقول دار الإفتاء ولا هقول مشيخة الأزهر ولا هقول مجمع البحوث، وهذه كلها هيئات محترمة. أقول مجلس الشعب، ده مش اختصاصه في الواقع، ولكن لفظاظة الأمر وشناعة ما في الكتاب اتخذ مجلس الشعب قرارا بمنع الكتاب وعدم جواز طبعه في مصر، والحمد لله رب العالمين. ولكنه الآن يطبع للأسف، وتصنع هالة من التقديس حول هذا الرجل. ونحن كما قلت ننقل فيه كلام العلماء. الحافظ الذهبي يقول عنه: قال كلاما، وأنا قلت شيء من كلامه، وما خفي كان أعظم. يقول: قال كلاما إن لم يكن هو الكفر عينه فليس في الدنيا كلها كفر. والشيخ الإسلام بن حجر ينقل تكفيره عن شيخ البلقيني، يقول: وكان شيخنا البلقيني من أحوط الناس في التكفير، كانش يرضى يكفر حد خالص، ومع ذلك رأيته يحكم بكفر ابن عربي، ويعني موقنا بذلك، لأن كلامه فظ جدا، كلام عجيب يعني. فهذا الرجل قال بيتا يتعلق به المغالون من المتصوفة، أهل الغلو منهم. يقول ابن عربي هذا، يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يقول ابن عربي: مقام النبوة في برزخ، في منطقة كده يعني، فويق الرسول ودون الولي، يعني جعل الترتيب كالآتي من فوق لتحت، خلى أول حاجة الأولياء ثم الأنبياء ثم الرسل. وده عكس الترتيب على فكرة، ده عكس بالإجماع، لأن أعلى المقامات الرسول أعلى من النبي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا نبيا، وده أعلى المقامات. ثم بعد هذا يأتي الأنبياء بعد الرسل، ثم يأتي الأولياء بعد الأنبياء. ده الترتيب الطبيعي اللي يقوله أي إنسان عنده ذرة إيمان، لأن هؤلاء الرسل المصطفون اختيار الله عز وجل، هؤلاء اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم ليبلغوا رسالته. فهذا جاء فقلب الآية وقلب الأمر، فجعل الأولياء أولا ثم الرسل ثم الأنبياء ثم الرسل. طب ليه بيعمل كده؟ لماذا يصنعون ذلك؟ علشان لما يجي يزعم ان أي واحد بيعمل أي حاجة يزعم ان هو ولي، يعني أي واحد بيعمل أي حاجة الآن ما فيش ضابط بقى خلاص. طب الولي ده يتعرف ازاي؟ له حال مع الله. لو شاف واحد ماشي في الشارع بيعمل أي حاجة يقول لك ده ولي مثلا يعني. وده حاصل في طبقات الشعراني، حاجات عجيبة جدا. طبقات الأولياء بتاع الشعراني ذكر في من سماهم الأولياء أناسا عجائب، يعني ذكر منهم بعضهم فقال فلان هذا كان يركب الحمير، يعني كان يلوط الحمير، كان يأخذ الحمار فيزني بالحمار، يقول رضي الله عنه. وذكر بلاوي من هذا القبيل كثيرة. كيف يكون هذا وليا ما أدري يعني. فلما يجي واحد من هذا الصنف اللي احنا مش عارفين لهم رسم الرجلين دولي ومش معروف اساميهم ولا حاجة، ومعروفين لكنهم ما نعرف عنهم إلا هذه الكرامات الباهتة، ويجي لخبط يقول لك ما تتكلمش، لا تنكر عليه. ليه؟ لك ده ولي. طب يا عم الولي ده خالف النبي دلوقتي، هذا الولي فعل أفعالا تخالف أمر النبي. يقول لك ما النبي أقل من الولي والولي أعلى من النبي، فالولي لما يخالف النبي نمشي ورا الولي ونسيب النبي. وهذا أول الزندقة، هذا أول الزندقة كما يقول ابن دحية، يقول أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا. الخضر عليه السلام كان نبي، وهذا عليه الأكثرون من أهل العلم، والآيات تدل على ذلك، وعلمناهم لدنا علما، وما وراء ذلك من آيات يدل على هذا.
فبعضهم يقول الولي إن الخضر كان وليا. طب يعني إيه كان وليا؟ يقول لك ما الخضر لما موسى عليه السلام، لما الخضر عمل حاجات مش مفهومة لموسى عليه السلام، موسى مشي وراه وأمر الله موسى باتباعه. فلما يطلع الخضر دوت ولي، وربنا يأمر نبيا من أولي العزم من الرسل كموسى يمشي ورا الخضر، يبقى إذن أي نبي يمشي ورا الأولياء. يبقى كده بقى باظت الدنيا، ما عادش فيه ضابط. الأولياء بقى ذاك واحد بمزاجه يعمل اللي هو عايزه. ولهذا من يقرأ كتب هؤلاء المغالين يجد فيها أشياء عجيبة جدا ولا يستطيع أحد أن يقرها بقلبه، ينفر منها أي قلب سليم. لكن هو خلل في المنهج، الخلل في هذه الإشكالية. فمقام النبي أعلى المقامات، لا يسبقه أحد ولا يقاربه أحد. ومن لطيف ما رأيت من تفسير كلام ابن عربي، من عجائب ما رأيت يعني صراحة، ما فسره به الشعراني. الشيخ الشعراني من المصنفين في علوم الإسلام، وله في طبقات الصوفية، وله طبقات الأولياء، وله كتب كثيرة هذا الرجل يعني. الشيخ الشعراني للأسف في بعض كتبه جاء يفسر كلام ابن عربي، لأنه كان يدافع عنه، من فريق يدافع عن ابن عربي، سامح الله الجميع. فالراجل بيقول إيه؟ بيقول يعني كلامه ده له منطق. إزاي؟ بيدور في هذه الحلبة يعني. فبيقول ما أنت لم تتصور، عايز أصور لك الصورة، عايز أقول لك فين الأنبياء وفين الأولياء. يقول لك الأولياء دول في الحضرة، الأولياء قاعدين في الحضرة. فين بقى الحضرة؟ يعني مع الله فوق، قاعدين فوق في السماء فوق السدرة يعني، هناك مع الله عز وجل. ويقول لك لما أنت لما ضرب مثال، قال لو أنت راجل يعني ذو أبهة، راجل كريم وعظيم وكل حاجة، وجاي لك ضيوف مهمين جدا قاعدين عندك، وعايز تروح تنادي حد عايز يقعد معاهم أو عايز تيجي يقعد معاهم أو حاجة زي كده يعني. وهذا كلام قرأته منذ أكثر من 10 أو أكثر من 15 سنة، فأنا أذكره يعني بالمعنى، وهو موجود في الطبقات الصغرى للشعراني. يقول لو أنت قاعد في الحضرة راجل عظيم كده وأبهة، وعندك ناس مهمين ضيوف، وعايز تبعت تجيب حد يقعد معاكم، هتبعت مين؟ هتبعت واحد من الجماعة الكبار اللي عندك، ولا تجيب كده أي غلام تقول له يا فلان يا ولد روح نادي ثاني يقعد معانا؟ قال لك هي كده بالظبط. الأنبياء دول صبيان يعني، نبعت أي حد يجيب أي حد، ربنا يبعتهم يجيبوا الناس لربنا. والجماعة اللي في الحضرة الأولياء ما يطلعوش من الحضرة، ودول أعظم مقام عند الله من الأنبياء. هذا كلام عجيب جدا، هذا كلام غلط 100%، ولا يجوز لأحد إقراره، وللأسف بعض الناس يأخذ به. ولهذا نحن نحذر ونقول يا جماعة إياكم وهذا الغلو، إياكم وهذا الغلو، فإنه غلو يكاد يخرج من الملة. لأنه كما يقول صاحب الجوهرة، يقول أفضل الرسل على الإطلاق نبينا فمل عن أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. أفضل الخلق على الإطلاق وأعلاهم رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يسبقه ولا أحد يستطيع أن يوازيه صلوات الله وسلامه عليه. فما فيش حد يقول لي بقى الأولياء أعلى من الأنبياء ولا كلام من ده، وكل من يقول هذا كلام خطأ وغلو لا يقبل من قائله كائنا من كان. ولهذا وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرتبة بعين اليقين، إن مفيش حد غيره شاف ربنا، رآه إما كما قلنا بقلبه أو رآه بعينه صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم علم عين اليقين هذا الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زاده معرفة بربه، فزادت خشيته له صلوات الله وسلامه عليه، لأن العلم التام يستلزم الخشية التامة، كما قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلى قدر العلم تكون الخشية. ولهذا قال غير واحد من السلف إنما العلم الخشية. العلم مش الكلام اللي بتقريه ويقعد يتقال ونحفظ ونقول ده مش العلم. العلم الأثر الذي ينتج عن ذلك، إنما العلم الخشية. بمقدار تريد أن تعرف قدر الرجل في العلم انظر إلى خشيته من ربه، فإن كان يخشى الله فهو عالم، وإن كان مستهترا متعديا لحدود الله فإنه مهرج. طبعا أهل الحلول الذين يقولون يحل الله في عباده ويقولون الله معنا بذاته والعياذ بالله، طيب، وأنه مشارك للخلق وأنه ينزل إليهم بذاته وأنه يخالطهم، بل تجاوز بعضهم وقال أن الله يحل فيه سبحانه وتعالى، وقالوا بوحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد، اتحاد الله بالأشخاص والعياذ بالله، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي. والحلاج قال أنا الله، أي أن الله حل فيه والعياذ بالله.
هذا كله كفر وزندقة. ويذكر أن الحلاج لما قال أنا الله أفتى علماء المسلمين في الأندلس في ذلك الوقت بأن هذا الإنسان كافر ومرتد ويجب قتله لما قال أنا الله، فأمر به فقتل على الردة اللي هو الحلاج. طبعا المدافعون عن الحلاج على قسمين، قسم مثل ما يقول مصلع زين يقول نعم هذه الكلمة حق وهذه وحدة وجود وأن الله يحل في بعض خلقه وكذا والعياذ بالله. القسم الثاني من يحاول أن يعتذر له حياء، ولا أدري هل هذه عقيدة ولا لا، يقول أنه وصل إلى مرحلة من مراحل يعني الاتصال بالله تبارك حتى غاب عن نفسه وجاءته هذه الشطحة فقال أنا الله عقله مسلوب، فقال هذه الكلمة، ولا يؤاخذ الإنسان في مثل هذه الحالة. وأذكر أني ناقشت واحدا يقول هذا الكلام، قلت له كيف يقول الحلاج أنا الله وتقبلون منه ذلك؟ قال أنتم مساكين. يقول لي، قلت له لماذا؟ قال يا أخي إنسان صار مجنون لمدة دقيقة قال أنا الله ثم رجع له عقله، أتعاتبون مجنونا؟ ويقصدونهم لا يقصدون بالجنون الذي نفهمه نحن، ولكن يقصدون بالجنون شيئا آخر، وهو يعني الصفاء التام، حتى إن الإنسان يعني تصل بهذه الشطحات فيقول هذه الكلمات وهي يعني كلمات مقصودة عندهم، طيب، ولكن كل بحسب قدره يقول هذه الكلمة والعياذ بالله. على كل حال فقال لي هو صار مجنونا ثم أفاق بعد ذلك فقال هذه الكلمة. طبعا أرادوا أن يعتذروا للحلاج بعد قوله هذه الكلمة الكفرية، قال الله وأمروا بقتله وقتل على الردة. يقول أتدرون ماذا وقع للحلاج؟ ماذا وقع؟ قال لما قتل خرج الدم من جسده على الجدار مكتوب الله، دمه كتب على الجدار الله، حتى تعلموا أنكم قتلتم إيش؟ مسلما وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. لازم القصص هذه يعني على أساس أنها تؤثر جدا. فالشيخ سامتين وذكر له هذا قال هذا من خبثه وإلا لا يكتب الله اسم الله بالنجاسات. يقول هذا من خبثه لأن الدم نجس فكيف يكتب اسم الله بالنجاسات والعياذ بالله. على كل حال هذا كله قصة عطا باطلة، يعني لا كتب اسم الله ولا شيء، وإنما قتل الرجل على الردة لما قال أنا الله. وقال الآخر سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. واحد قال سبحان الله قال أشركت، يعني أنت عظمت نفسك أنك أنت الله. وابن الفار كان يقول عن يعني محبوبته والعياذ بالله وقبلتها وضممتها ولا لا 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 هذا الكلام طويل كله. آخر شيء يقول فإذا هي هو والعياذ بالله، يعني هي الله. فيرون الله في كل شيء ويرون الله يخالط الناس ويكون معهم. فهذا الكلام لا شك أنه كفر وزندقة، وأهل السنة لا شك أنهم يكفرون من قال بهذا كأن الله يحل بذاته في الأشخاص أو في الأرض معنا جل في علاه. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نحن ننكر تماما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خضع لهذه الأمور. هل سحر؟ نعم، جاء في الصحيحين. هذا السؤال اللي أجلناه، أحسنت. نعم جاء في الصحيحين أن النبي سحر، والسحر يعني نوع من المرض يقع للأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. آية صريحة أن موسى سحر صلى الله عليه وسلم. وقال وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقال يا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى. فالقصد أنه موسى سحر صلى الله عليه وسلم ومحمد سحر صلى الله عليه وسلم. فهذا السحر نوع من المرض يقع للأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه كما يقع لغيرهم، ولكنهم في حال التشريع لا يكون في وقت السحر. لكن السحر كما يقع لهم المرض، العياء كما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كما مرض أيوب عليه السلام وغيرهما، كذلك يقع السحر عليهم، ما يضر إن شاء الله تعالى.
هل افهم من التسامح بانك لست ضد من يريد مثلا ان يعتنق المسيحيه من المسلمين، يعني يغير مثلا ان يصبح شيعيا مثلا؟ يا سيدي أنت تنظر بين أمرين لا علاقة بينهما. ليس خروج المسلم من الإسلام إلى دين آخر كأن يتعبد السني بمذهب الشيعة أو الشيعي بمذهب السني. لا أنا أسأل عن هذه بالضبط، يعني هل أنت ضد شخص يعني سني يصبح شيعيا أو سني يصبح أو مسلما يصبح مسيحيا؟ لست ضد، ولكن أنا ضد نشر مذهب بالفلوس وبالدعم وبالتحرك لأن دي يعني في النهاية صراع سياسي يلبس عباءة المذهب. أنا ضد هذا تماما. أنا لا أتحدث عن الشيعة فقط، وأيضا عن الدين المسيحي. هل لديك مشكلة لو أحد مثلا غير؟ لا يعني؟ طبعا، لا أبدا، لا أبدا، لا أؤمن بالردة ولا أؤمن بهذا الكلام. طيب إطلاقا. هذه النقطة. وإلا كمان يعني وإلا تسمح لي أن أنا برضو أطلب من المسيحيين أن يرتدوا من مسيحيتهم إلى الإسلام، كما لا أسمح ولا أرضى بأن اليهودي يترك يهوديته أو يعني يجبر على هذا أو يغرى بترك دينه. أنا لا أرضى للمسلم أن يغرى بترك دينه أيا كان هذا الإغراء. طب إذا ما معنى حرية المعتقد في هذه الحالة إذن؟ حرية المعتقد يا سيدي أنك أنت يعني كما يقول مذهب الشافعي حينما الصبي لا دين له حينما يبلغ هو حر في أن يختار الدين، لكن إذا دخل في دين الإسلام فدين الإسلام له قواعد وله أحكام وله شرائع يعرفها قبل أن أستدل من هذا الحديث فائدتين. الفائدة الأولى أنه لا يجوز لأحد أن يتناول شيئا من القرآن إلا بعد أمرين ضروريين. الأمر الأول أن يكون معظما لهذا الكتاب مؤمنا به، والأمر الثاني أن يكون معه أداة الفهم. أقول هذا لأنه منذ أيام اجتمع 100 من بني آدم، 100 مخلوق، وأقاموا مؤتمر. ماذا يريدون؟ 100 شاعر وفنان وكاتب، وأنا أعرف بعضهم شخصيا، وأنه لا يكاد يفيق من شرب الخمر. ده 1 من 100. ماذا يريدون؟ يريدون بمناسبة الاستفتاء القادم على الدستور أن يلغوا المادة التي تقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ليه؟ قال حقوق المواطنة. طيب الإسلام أضر من؟ هذا البلد ليس فيه إلا الإسلام والنصرانية. المسلمون بنسبة 96 أو 97%، والنصارى 3% أو 4%، واليهود أفراد ليس لهم نسبة. إيه بقى المواطنة؟ أسعد أقلية في العالم هم النصارى الذين يعيشون في مصر. إننا أحيانا نغبطهم على الأمن الذي يعيشون فيه.
لا، المواطنة التي يريدها هؤلاء السكارى الحشاشون هو حرية الكفر، لأنهم مثلوا بذلك لنصر أبو زيد الذي كفره علماء الأزهر جهارا نهارا، وصدر قانون بالتفريق أو حكم بالتفريق بينه وبين امرأة لأنه كافر بالله. هم عايزين الفئة دي لأنهم دللوا على ما يقولون، قالوا ينبغي أن تكفل حرية الاعتقاد لكل إنسان، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. حشاش يفسر القرآن، لا إكراه في الدين، نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نعم، لكن بشرط ألا تدخل دين الإسلام. أنت حر، وأنت بره أنت حر، لا يجبرك أحد على اعتقاد الإسلام ولا اعتناقه. أنت نصراني كن نصراني، أنت يهودي كن يهودي، أنت في أي ملة كن كما تحب، لكن اعلم أن الإسلام دين له حدود وله أحكام، فمن أحكامه الثابتة التي أجمع عليها أهل العلم أن من دخل الإسلام طواعية ليس قسرا لا يحل له أن يرتد عن الإسلام، فإن فعل ذلك فحكمه القتل. أن الإسلام دين له حدود وله أحكام، فمن أحكامه الثابتة التي أجمع عليها أهل العلم أن من دخل الإسلام طواعية ليس قسرا لا يحل له أن يرتد عن الإسلام، فإن فعل ذلك فحكمه القتل. عجبك تدخل بهذا الحكم أهلا وسهلا، مش عجبك مش ناقصين بلاوي، مش عايزينك، لكن إذا دخل الإسلام هناك أحكام. هؤلاء يريدون حرية الكفر، مسلم يكفر هو حر، لا إكراه في الدين، لا يصلي لا إكراه في الدين، لا يزكي ولا يحج ولا يصوم، لا إكراه في الدين. من قال هذا من علماء المسلمين؟ ما قال هذا أحد قط، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا الخطأ، إنما يقوله السكارى والحشاشون. نعم. طيب دكتور أحمد، يعني إذا كنت توجه بعض اللوم إلى مؤسسة الأزهر الشريف باعتبارها منبر الإسلام في العالم الإسلامي، يعني كيف يمكن أن نواجه بعض المشاهدين الذين يشككون في المذاهب، وربما يعني اسمح لي في اللفظ يتهمونها بأنها غير مسايرة للعصر وحضارته الجديدة؟ كيف للأزهر أن يواجه مثل هذه الدعوات؟ سيدي الفاضل، هو إذا كان الأزهر بوسطيته هنقول عليه غير معاصر، يبقى أنا الفقه الآخر اللي هيبقى معاصر اللي هو بيقول لي مثلا المرأة والكلب إذا مرت من أمام المصلي بطلت صلاة. احنا ما عندناش مثلا الكلام ده. مر 100 كلب أنت بتصلي فيش مشكلة، ما أخذ هذا الكلام. مرت يعني وهكذا. بالعكس، هذا المذهب الذي يراد نشره الآن هو المذهب الذي فيه بعض المقولات، أقول بعض، أنا رجل بتكلم في العلم فلا بد أن أكون منصفا وأخشى الله. نعم. بعض لا يساير العصر، والمذاهب الأخرى. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود.
المقصود بالمرأة الحاض المرأة البالغ، هاي المقصود بالحاض يعني التي حاضت، وليست الحائض الآن، وإنما حاضت أي بلغت، هذا المقصود. فالطفلة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم هذه لا تقطع الصلاة. هذا بالنسبة للمرأة. أما قضية أين تطوف المرأة أو أين القطع، إذا كان الإنسان يصلي إلى سترة فبينه وبين سترته، وإذا كان ما يصلي إلى سترة فبينه وبين موضع سجوده. هذا المكان الذي لا يجوز المرأة أن تمر به هنا. طيب شيخ، إذا يعني أثناء الصلاة مر طفل أمامك أو شخص كبير، هل يعني يلزم عادة الصلاة؟ لا يقطع الصلاة إلا إذا مر بين يديك امرأة بالغة. أما الصبي الصغير والبنت الصغيرة والرجل هذا لا يقطع الصلاة. أما إذا مرت بنت بالغة أو امرأة فتقطع، إذا مرت بينك وبين السترة التي وضعتيها أمامك فأعيدي صلاتك. طب دكتور الطيب، هناك من يقول في الواقع بأن الحزب الحاكم نفسه هو الذي يريد منك أن تستقيل، لأنه لا يريد الجمع باعتباره حزب علماني، لا يريد الجمع بين الدين والسياسة، أليس كذلك؟ لا يا سيدي، ما طلب مني الحزب الحاكم ولم يطلب ولا طلب، وإنما الصحف التي هي طلبت، وأنا كان هذا في اعتباري، لكن لم يعني حين سجل معي الكلام في أول يوم كان في ذهني هذا، ولكن لم أكن يعني في حل أن أنا أتحدث عنه بهذه السرعة، لأني حتى لم تترك لي فرصة التفكير في كيف أطرح هذا الموضوع. إنما الموضوع مطروح من منطلق التفرغ التام للأزهر الشريف، وأيضا من منطلق أنه يعني حتى لا تتخذ المسألة دي أقصوصة يومية في الصحف وفي القنوات الفضائية. يعني حتى أنهي هذه النقطة يا شيخ الطيب، يعني أنت ما زلت على رأيك بأنه لا تضارب بين عضويتك في الحزب وبين رئاستك أو يعني مشيخة الأزهر، هذا نقطة وجيهة؟ يا سيدي، حينما تحدثت عن ذلك كنت أناقش مبدأ، وأرى أنه من حيث المبدأ لا تضارب، ولكن من حيث الملابسات ومن حيث الواقع ربما يكون يعني التفرغ التام حسام، سؤال في الأول كده، إيه هي العلمانية بالضبط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، مبعث السعادة حقيقية مرة أخرى أن تتجدد لقاءاتنا حول هذه القضايا الفكرية. نحن لا نخشى أن نناقش هذه القضايا الفكرية تحت شمس النهار، ولا نخشى أن نناظر، ولا نخشى أن نطرح الفكر ونقارع الحجة بالحجة. وأظن أن قضية العلمانية أو العلمانية، وسنتفق فيما بعد على هذا المصطلح، من القضايا المطروحة الآن، وأكثر الذين يتحدثون عنها أو ينصبون من ذواتهم ناطقين باسمها ما دروا بأمرين: ما دروا أولا بتعريفها من الوجهة الاصطلاحية، هذه واحدة، وما دروا أن موجة العلمانية انحصرت بالفعل في العالم الحديث، وأننا دخلنا في مرحلة جديدة يسمونها في أوروبا بوست سيكولاريزم، ما بعد العلمانية. نعم. وهذا يشي بأن العلمانية كفكر مطروح ما تزال تتحلل من الداخل، بل إن ثمة من المفكرين من تنبأ، وخصوصا إريك كوفمان لو أتيح لنا أن نتحدث، وهو آخر منظر ذي ثقل تحدث عن العلمانية، تنبأ بأنه العلمانية ستنتهي تماما بحلول عام 2045، يعني في منتصف القرن 21، إذا استمر النمو الديموغرافي للمتدينين أو للمؤمنين بهذه الصورة، وإذا استمر الفكر العلماني عاجزا عن التعامل مع قضايا الواقع، أو حتى عاجزا عن تعريف نفسه. نعم. لكن بقطع النظر هل هي علمانية أم علمانية، لنبقى عند المصطلح الذي ورد في الموسوعات ودوائر المعارف. نعم. ماذا تعني كلمة سيكولاريزم؟ سيكولاريزم كما جاء في الموسوعة البريطانية تعني نفي الآخرة، فكرة نفي الآخرة، صرف الناس عن الإيمان بالآخرة، الاعتقاد أنه الحياة الموجودة حياة سرمدية، وأن الخلية تتطور من ذاتها، ومن ثم فكل الغيوب التي قالت بها الأديان دفعة واحدة لا أصل لها ولا يمكن برهنتها. نعم. ومن ثم لا يمكن الاعتداد بها. نعم. من تعريف معجم ويبستر، وهو من المعاجم الجيدة اللي له ثقل أيضا، قال إنه كل منظومة من المبادئ والتطبيقات تنفي الإيمان وتنفي العبادة، فكرة الإيمان أو الفكرة العبادية ابتداء. نعم. لو وصلنا في التعريف إلى معجم أكسفورد، معجم أكسفورد يقول في صراحة
نفي الدين كأساس للأخلاق والتربية. وهنا العلمانية أو العلمانية تشكلت في فكرتين أساسا. فكرة يسمونها يسميها المنظرون الغربيون، أنا لسه ما جيتش للعرب لأن العرب لما نقلوا هذا الفكر شوهوه كثيرا. فكرة بيقولوا عليها non religious، إنه غير ديني. لكن في علمانية أخرى بمخالب وأنياب يسموها anti religious، يعني ضد الدين. ضد الدين. فالعلمانية أيضا أنا بقول ده لأنه بعض الناس يقولوا أنها متسامحة وتتسامح مع كل العقائد والأفكار خالص. ولازم نقول حاجة. الفكر القومي الذي نبت في ألمانيا والذي تمخض عن حكم الرايخ الثالث كان يتذرع بالعلمانية. نحن أمام قومية علمانية. والشرح أيضا نفس الأمر مع فكر موسوليني والحزب الفاشستي. هذا لون من العلمانية القومية. والاتحاد السوفيتي السابق كان أيضا علمانيا ويرفض مجرد مناقشة أي فكر يتعلق بالمادية الجدلية. إذن القول بأن العلمانية متسامحة هذا قفز فوق التاريخ. أريد أن أفهم لماذا عندما عربت الكلمة جعلناها لصيقة بالعلم. طب ما لو عدنا إلى النص الإنجليزي كانوا يقدروا يجيبوا أي اشتقاق لكلمة ساينس، ساينتفك اللي هي علمي مثلا. يعني ما الذي يلجئهم أنهم يعني يجيبوا هذا التأصيل؟ دي مسألة مهمة جدا. وعاوز أقول التطبيق الميداني الحقيقي للعلمانية كفكر بدأ مع الثورة الفرنسية. يعني المؤرخون يقولون بذلك. وهنا أنا يعني أهيب بالعرب أن يراجعوا تاريخ العلمانية جيدا، وأن يراجعوا حقيقة المؤسسة التي كانت تحاربها العلمانية الأوروبية. لأن هذه المؤسسة الكنسية التي بلغت الذروة في القرن السابع عشر من الطغيان والظلم والعسف ومحاكم التفتيش لا وجود لها في حقيقة الأمر في الواقع الإسلامي والعربي. في مداخلة؟ لا اتفضل معك. فإذا ما أود أن أقوله أنه إحنا نريد أن نقرأ العلمانية في سياقها الاصطلاحي وقد فعلنا. واضح تماما أن العلمانية تقوم على نفي الدين، ونفي الدين كلمة لها بقى دلالات كثيرة يجب أن نقف عندها. يعني مش فصل الدين عن الدولة زي ما بيقولوا بس، لا ده هو إقصاء الدين عن الحياة، مش عن الحياة كلها. مش عن الدولة. يعني إحنا الإسلام يقول لنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هم دول حبة لله وحبة القيصر. حتى انه بعض الناس قالوا انه العلمانية تقوم على نفي المقدس، مفيش قداسة الحاجة. دي حقيقة. يعني هي مصر حمد ابو زيد قال كده الحقيقة. لا وموجود حتى في كتب المنظرين الاوائل للعلمانية في الغرب زي توماس هولت. انا لسه ما جيتش للعرب بقى. كويس. تعال نشوف على التطبيقات العربية وما زلنا عند حدود التعريف. انا لسه ما خرجتش من منطقة التعريف. حلو. اقول هذا لانه أنا أثق أنه الأكثرية المطلقة ممن كتبوا عن العلمانية لم يراجعوها في مظانها ومصادرها، ولم يعرفوا حقيقة تعريف هذا المصطلح. هذه واحدة، لم يراجعوا تاريخ العلمانية في سياقها. عنوان الحلقة اليوم كما أعلن في الصحف العلمانية والحجاب. وهنا أتجاوز قضية لفظ العلمانية بنصب العين. العلمانية مأخوذة من العالم أي الدنيوية، أم العلمانية مأخوذة من الدين، أم كلاهما؟ ليس هذا محل التحقيق، إلا أننا نأخذ المعنى العلمانية اللادينية. يعني العلمانية اللادينية يعني العلمانية. سأل حول الإلحاد، ما الفرق بين الإلحاد والعلمانية؟ الحقيقة هذا دعاني إلى أن أتذكر مراجعة قريبة للموسوعة الميسرة. ذكروا بأن الإلحاد، منشأ الإلحاد أو الطريقة الموصلة إلى الإلحاد جعلت القائمين عليه يسلكون العلمانية طريقا موصلا إلى الإلحاد. سؤال إبراهيم وجيه جدا. وجيه جدا، هي بينهم عموم وخصوص. يعني العلمانية يعني أنا كان بدي أن أكتب مرة علماني طيب القلب. يعني العلمانية أشمل، وهي أصلا متنوعة. قد يكون علماني ملحد، وقد يكون علماني غير ملحد، قد يكون علماني يؤمن بالجانب العبادي البحت، الصلوات والعبادات، لكن يفصل هذا عن جانب الحياة في الاقتصاد وغيره. فالعلمانية أعم. قد يكون يعني كل ملحد علماني وليس كل علماني ملحد. سورة الرمز الآية 41 لا يوجد في القرآن الكريم سورة الرمز. فمن اهتدى فلنفسه. في كتاب الله لا توجد سورة الرمز إطلاقا. الآية 41 ليس قبل سورة الغاشية قرأت عليك. سورة الغاشية موجودة في كتاب الله. فلنفسه. سورة الرمز لا توجد في القرآن. اسمح لي. ومن أضل
فإنما يضل عليها هذا ليس وما أنت قرآنا. عليهم بوكيل. هذا ليس قرآن. هذا قرآن هذا. لا يوجد. ارجع للقرآن، أنا مش مصادق. لا يوجد عندنا سورة الرمز، بعدين عندنا سورة الزمر. الزمر، العفو. الزمر. طيب. الزمر. سورة الزمر. ثم بعدين الآية كلها كما يقول المصريون كلها ملخبطة. نرجع للنص. أنا بعدين إذا باعتقادي إذا ترد على الشيخ من ناحية علمانية يكون أفضل. لا هو راح أرد عليه. أولا يعني ما قيل عن يعني أنه هو الدكتور علماني؟ كلها والله ما بعرف. كلها في دكتور علماني؟ كلها لأن الأستاذ لا أنا قصدي أنه علماني. نعم أنا علماني. لا أنت لست مسلما. لا أنا مسلما. أنا مسلم علماني. ولكني أؤمن بالحداثة، اسمع. أؤمن بقضية التطور، علماني. أؤمن بقضية حقوق الإنسان، أنت أؤمن بحرية الدين. أنا أعظك أنصحك. أنا أختلف معك في الكثير. أنت عندما تقول مسلم علماني تماما كما لو قلت الإسلام حضارة بالنسبة لي. كما لو الإسلام مثل الهواء الذي منتاليتي، كما كنت هو عبارة عن ثقافة. اسمع يا دكتور، الإسلام لو قال لك رجل لو قال لك رجل حياتنا، لو قال لك اسمع مش مجموعة تعاليم أو طيب. تعاويذ أو أدعية. لو قال لك الإسلام هو نظام. طيب نظام لو وحضارة قال لك وقيم ومفاهيم. اسمع، لو قال لك رجل أنا مسلم يهودي ماذا تسوي؟ لا مسلم كاثوليك مسلم المسيح.